يا صباح الورد، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية. شوفوا، حسولف لكم على هذا الفصل اللي احنا بيه، وهذا الشهر خاصة اللي مدى نعرف يعني لا هو شتاء لا هو صيف. اكو ناس لابسين قماصل ولابسين برمودات، واكو ناس مشغلين بنكة ومشغلين صوبة بنفس الوقت، وما اعرف يعني وضعيتها مخربطة. سبحانك ربي يعني. ما اعرف شو وقت يجينا الصيف ونخلص من هذه الحالة اللي احنا بيها. زين، فيلا الحمد لله والشكر، كلها بيها حكمة من رب العالمين. وشوفوا شلون نظفت الطرمة مال بيت اهلي، صارت فلة وتلمع لمع. زين والحمد لله. شوفوا الغراض كلها. هسه طبعا اجتي امي من يزن، من مجمع يزن. اشترت هدية لصديق اخويا. فكروا هي واخويا شي يجيبوا له هدية، شي يجيبوا له هدية، فقالوا خلينا نجهز المطبخ مالته. وجابت لهم هاي الطبلات. خل اشوف وياكم بالبداية. شوفوا هاي الطبلات، شكلها كلش حلو، ذهبي. زين، لونها رصاصي حلو. زين، خل اشوفكم الغراض. شوفوا جابه جداري، وهاي جايبه هنا، جايبه من هاي الكاسة حلوة، هاي مال تقديم. وجايبه شنو بعد؟ جايبه فناجين، وجايبه جلاسات. هاي حلوة كلش حلوة. زين، وجايبه هاي الكوابة هي وماعينها، هذا شكلها. وبعد جايبه خلينا نشوف. زين، جايبه هاي السلات، وجايبه هاي كلش احبها. لا اشوفها هواية، شوفوها كلش حلوة. هي وقبغاتها، قبغاتها واقعة. اي زين، حلوة. وجايبه بعد، جايبه صواني مجهزته، ما شاء الله مجهزته. وجايبه كجج كبار على صغار، على سلات، على تختة، على هاي، على ماعين، على كاسات، على خواشيب. ما مخليه شي، حتى القوري جايبته، محافظات. يلا بالعافية. والله هاي الهدية توفر تعبهم ورقبة. طبلات كلش حلوة والله. هاي بالله رجليناتها، رجليناتها هيك صايرة. هاي رجليناتها صايرة، رجليناتها ذهبية، حلوة بالعافية. خليني نصعد نسوي فطور. انه هسه نظفت لامي وكملت لها امورها. هسه خل اصعد على بيتي. شوفوا هاي الحافظة، قلت خلي على ضيالكم على الهواء الطلق. ما شاء الله الجو جميل يعني للغاية يعني. فهاي الحافظة اشتريتها ب2000 دينار من حاجة ألف. تاخذ الكمية اللي تاخذها 3 كيلوات. أنا استفاديت من عندها، خليت بيها التايت. زين، واللي مثلا يعني يشوفها خلي يشتريها، لان كلش مفيدة. شوفوا الفتحة مالتها، واحد من يفتحها بكل سهولة. زين، اكو شي بالقوة نفتحها وبالقوة نسدها، فهاي تكون سهلة. مثلا واحد يخلي بيها طحين، هم هيك جوا ايده على الكاونتر رأسا يطلع طحين. زين، كلش مفيدة، حبيتها كلش. زين، وهذا الجو من بعد الترابة ما شاء الله. هاي كل مرة هيك يصير حلو، من بعد التراب، من بعد المطر، ما ادري نشوف الفرق. الحمد لله. الدجاجة ذابت منقعتها من الصبح على مود اشوف شو اسوي فطور. شوفوا انا كلش اسفة انه ما طلعت لكم الطريقة، بس شنو يلا اخذوا الفكرة انتو. شوفوا ايش سويت. الدجاجة جردتها من العظم. زين، وحشيتها بتمن وبصل. حمست البصل وحمست الثوم وحمست لحمها، وخليت التمن يستوي نص استوى، وحشيته بالدجاجة اللي انا مسحبة منها العظم، وخليتها فوق هذا التبسي اللي خالته. يعني انتو شو تريدون، طماطة، بصل وثوم، كيفكم انتو بعد حسب رغبتكم. المهم انتو اخذوا الفكرة زين عيني. فهسه بقى بس هاي من انا اسدها زين بهاي الاعواد. ما اخيط اني بالخيط، لا بالاعواد اسدها. المهم زين، وهسه ان شاء الله اشوفكم شكلها النهائي على الفطور.
انتوا بس خذوا الفكرة. هاي صار كم مرة اذا اقول لكم دين ما طلعت لكم الطريقة، اني اسفة. طبعا سلفنتها كل زين، وخليت قبل السليفون ورق زبدة مبللته وخليته، وبعدين السليفون بس طبقتين على مود شوية الحرارة تنكبس بيها، وتبقى بالفرن ساعة وربع ساعة حسب حرارة الفرن اللي عندكم، والحمد لله. واللي وصل لهنا لا ينسى يخلي لي لايك ويشترك بالقناة ويفعل جرس التنبيهات على مود يوصله كل شي جديد مني. شوفوا اسوي شوربة، وإذا سوي تمن أحمر أبو الشعرية عاجبني اليوم، يعني ما حخلي له بصل. شعرية أحمسها وبعدين أحمس المعجون وأخلي التمن المبذول. زين اليوم التمن لازم بذل، يعني البارحة سويته مو بذل فما يصير. البذل يكون صحي، تمن صحي. الشوربة طبعا الشعرية تحتاج لها يعني ماي، والتمن هم بعدين يحتاج له ماي، فلذلك هسه سوا اسويهم زين واضيف لهم شوية ماي واعوفهم على نار هادئة. بس اسوي يعني هذا المعجون والشعرية ويا التمن. طبعا سويت تمن قليل مو هواية، لان الدجاجة هم بيها تمن محشية تقريبا هم هواية، فلذلك ما سويت هواية حرامات يعني. شوفوا، وبعد اساوي اكثر واخلي له عليه شوية ماي. شوفوا خليت عليه شوية ماي، شوفوا شوية ماي زين، وحخليه على نار هادئة كلش زين، ويصير احسن تمن احمر بذل. كملت التمن احمر، خليه اسولف لكم على هاي هم اللي اشتريتها من حاجة الف، كلش استفاديت من عندها. هيك قبع بمصفي نصفي بيه الشربت يعني اللي نسويه برمضان دائما، خلينا نص الشوربة زين. فكلش مفيد، كلش حبيته، المصفي مالته كلش ناعم زين. هم اذا شوفوا اشتروا لان كلش مفيد. شوفوا هنا كانت اكو طبلة وسطية كبيرة كلش، فصراحة ضجت من عندها، صارت المسافة كلش ضيقة والحركة كلش تقيدنا بيها بالهول، فخليت هاي الطابورية ثابتة لين احنا برمضان كل واحد يعني بغرفته، فلذلك يعني حخليها ثابتة بس نفطر ونسحر عليها. وهاي بس انا وزوجي نتفرج مسلسلات، نقرأ قرآن هنا ورا الفجر، فقاعدة كلش قليلة بيها. فقلت هنا كان اكو مول الطبلة الوسطية، فكان عليها هذا الشرشف غيرته خليته هنا، فحخلي عليه هاي الغراض هسه كليتها زين. وهاي خلصت من هذا اللي كان هنا، هسه حخلي الغراض. الكوشات هم كلش حبيتها، اشتريتها يعني قبل هذا الفيديو الاخير، اي من طلعت سويت جولة بالسوق مال العظمية، كلش عجبتني، وبيش ب1000 دينار بس زين، واشوفها بالبيجات اغلى، فالحمد لله. وهذا هو كمل هسه لين شلت الطبلة مثل ما قلت لكم الوسطية. وهذا الفطور مالتنا. شوفوا شكل الدجاجة شلون صارت مقرمشة لان خليت عليها زبدة، والتمن ما شاء الله شلون شوفوا طلعت هيك من داخلها على مود تشوفوا شلون مستوي زين. والتمن الاحمر الصحي اللي مركبته بزيت الزيتون وسويته بزل، فلذلك اكيد هو صحي، والحمد لله والشكر على النعمة اللي احنا بيها. هسه صار وقت المسلسلات، من بعد الفطور
أكيد ننظف اللملم، نشرب الشاي. ف هسه هيجي مسوين أجواء وقاعدين نتفرج المسلسلات بكل هدوء أنا وبناتي. هسه سويت كيكة بدون مقادير، هيك شلون ما كان، خلي نشوف شلون تطلع بالله. والله يعني صراحة ما أدري فاشلة ناجحة ما أدري، فيلا خليها بالفرن وأشوف وياكم عودين. شوفوا شكل هاي الكيكة اللي بدون مقادير، هسه حقطعها وحشوفكم شلون هي اسفنجية للغاية يعني. شوفوا من قطعتها، شوفوا شكلها من الداخل وشوفوا شلون اسفنجية، ما شاء الله ما شاء الله. زين طبعا خليت لها هيل، خليت لها مبروش، ومثل ما قلت لكم بدون اي مقادير، هيجي شي فوق شي، لان هيك ورا الفطور فمستعجلة. قطعت بهاي الحافظة كم قطعة يعني على مود الأولاد يروحون ويجون ياكلون من عندها، تعرفون رمضان ولازم يعني سكريات، فخليتها لهم بهاي الصورة. شوفوا هنا زين وبالعافية. شوفوا الفرن دا يسمعون صوته دا يشتغل. طبعا أنا ما أطفي يعني ما أفر هذا التكويك، ما أرجعه، أخليه على راحته يعني يرجع، لأن من حرجعه حيعطل، لازم يرجع على راحته. فأكثر الأفران زين تعطل عندهم هذا التكويك، يعطل عندهم، والسبب إنه يرجعوه بيديهم غلط، لازم تخلوه يرجع على راحته على مود ما يعطل. زين فهاي السمعة تك 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 دائما تكون موجودة بالمطبخ عندي لحد ما تخلص الفرة. من بعد ما كملت كل شي ببيتي قلت خلي انزل على امي اشوف شكو ماكو ببيت اهلي، فلقيت خالتي جايتنا وبابا وماما يعني دا يسولفون كليتهم، فقلت خطي ايش اسوي لهم، فخلي اسوي لهم نسكافيه شوي يدفون لين الجو بارد. وهذا كان نهاية يومنا ونهاية الفيديو مالتي. اتمنى الفيديو كان مالتي حلو وممتع. مع السلامة.